صالح جودة شاعر مصري ولد في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، ومنذ طفولته أبدى اهتماما بمكتبة والده المليئة بنفائس ونوادر الكتب، فراح يقلب في دواوين الشعر لكبار الشعراء من أمثال المتنبي، البحتري، أبو نواس، غير أنه ارتباطه بقصائد الشاعر أحمد شوقي فاق الجميع. تلقى دراساته الابتدائية بمدرسة مصر الجديدة الابتدائية بالقاهرة، ثم حصل على شهادة ثانوية من المدرسة الثانوية بالمنصورة. وفي المنصورة تعرف على أقرانه من الشعراء مثل علي محمود طه، إبراهيم ناجي، محمد الهمشري، كما التقى بالموسيقار رياض السنباطي الذي لحن من كلمات صالح جودة أكثر من قصيدة لأم كلثوم، والإيمان الشديد بالمذهب الشعري لأحمد شوقي. فقد انضم إلى مدرسة أبولو الشعرية، وذلك منذ اجتماعها التأسيسي في 10 أكتوبر عام 1932 برئاسة أحمد شوقي. بعد وفاته بعام واحد قام الأديب محمد رضوان بإصدار دراسة له بعنوان شاعر النيل والنخيل، تكريما له وإحياء لذكراه. حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، منها وسام النهضة الأردني عام 1951، وسام العرش المغربي عام 1958، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1959، جائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عام 1958. توفي صالح جودة في عام 1976 عن عمر ناهز 63 عام.